حبايب قلب ام محمود، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب لاحلى قراقيش من ايد ام محمود، بالشاي باللبن، فطار، قاعدين بالليل في العصاري، قاعدين بالليل. بصوا عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه، الله اكبر عليه. مفرغ بالله عليكم، الفيديو ده يستحق كام لايك؟ انا هسيبه لكم انتوا، اللايك اللي بيرفع القناه يا جماعه. هكبر بيكم، من غيركم القناه مش هتكبر خالص. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم، احلى عيله واحلى اخوات. والله يعني انا سبحان الله في حاجه كده بتشدني دايما كده ان انا ابقى معاكم على طول. ربنا يبارك لي فيكم، ما تحرمش منكم ابدا. شوفوا بقول لك، مفرغ السمسم ما نزلش من عليه خالص. تحط في الشاي، تحط في اللبن، بالجبنه، بالعسل، بالمربى، زي ما انت عايزه ماشي معاك. السمسم ما وقعش منه ولا واحده ولا واحده، كان ماسك نفسه جامد. ليه يا ام محمود؟ هتخش وتشوف التكات والحركات والاسرار. ما تقطعيش في الفيديو عشان الفيديو فيه تكات وحركات جميله قوي، هتستفيدي منها جامد. لو فاتتك حته مش هتعرفي تكملي الايه التانيه. تمام كده، لان الفيديو متركب على بعضه. شوف بقول لكم، من جوه طري قوي قوي، ومن بره مقروش وهاش بالتكات والحركات. حاجه مدبره وموفره. اندبرتي عمرتي، ودايما ام محمود شعارها ايه؟ الست اندبرت عمرت، والتدبير والتوفير. لايك وشير. بصوا حاجه كده ولا البسكوت، والله العظيم حاجه كده اشي خيال ده يا ناس ولا ايه؟ حاجه كده. اللهم صل على النبي، زيد النبي صلاة، اصلح حالنا ويدبر امرنا ويجعل لنا القبول ومحبه الرسول. عايز اقول لكم ان الصاج اللي قدامي او الصينيه دي كلها، وكانوا يجي طبقين اتنين قد الطبق اللي في ايدي ده، من ايه؟ كان كيلو بالظبط، كيلو بالظبط. واخدين بالكم؟ تعالوا تعالوا بس، خشوا كده وانت هتشوفوا الحاجات الحلوه. نحط المقادير مع بعض. حطيت معلقه خميره، يا تحطي معلقه مليانه يا معلقه وربع. تمام كده، احلى قراقيش دي ولا ايه؟ حط مج وربع ميه بس، مش مج ونص، مج وربع. واخدين بالكم؟ عشان الدنيا حر وممكن الدقيق يكون ما بيشربش كله، يبقى تحط مج وربع ميه بس. تمام كده، حاجه كده. اللهم بارك، الف هنا وشفا على لكم. تدوبيها الاول، واخدين بالكم؟ وهنحط عليها كام معلقه سكر؟ هنحط من 3 معالق لمعلقتين ونص، زي ما انت حابه تحط 2 بس حطي. انا حطيت 2 ونص. تمام، ما تحطهاش وهي خشنه في العجينه عشان ما تبقاش ايه، محببه في قلب الايه العجينه. تمام كده، تدوبيها مع الخميره. وده شعار ام محمود بردك، لازم تدوبي السكر، في سكر يبقى ندوب. تمام كده، ودوبناه ورحنا ايه مغطيينها وسايبينها على جنب. نيجي على الحاجات الدراي بقى كده، احنا عملنا الحاجات السوائل مع بعضيها. نيجي على الحاجات الدراي. كيلو دقيق، واو، 2 باكت فانيليا. هنا نص معلقه بتاع اسمه ايه، بيكنج باودر، ذره ملح، ونقلب كله في بعضه بس كده. ولا حطيت اي البان خالص، مفيش اي حاجه كده. على ما عملت بس نخلت دي وحطيت الحاجات الدراي، كانت الخميره عملت بابلز. واخدين بالكم؟ رحت حط عليها الايه يعني، فقفقت كده يعني بالبلدي يعني. شفت حطيت عليها الدقيق بقى. عندك مج ونص، مج سمنه ونص زيت، عشان نبقى ايه واضحين كده. مج سمنه، واخدين بالكم؟ ما تكونش يعني ايه، او زبده، لو الزبده بتاعتك عارفه ان هي ما فيهاش لبن، والنص التاني زيت، يبقى مج سمنه ونص زيت. تمام كده، ونقلب ونتوكل على الله. انا حطيت في قلبها يا جماعه بتاع اسمه ايه، شمر على يلسون، طحنتهم وخدتهم وحطيت معلقه سمسم. دي ما ظهرتش معايا، انت مش حابه تحطي ما تحطيش. واخدين بالكم؟ حط بقه ميه، بمقه ميه صغير كده. خدت معاكي ميه قد ايه يا ام محمود؟ خدت معايا مج ونص، الا حاجه بسيطه، خدت معايا مج ونص الا معلقه مثلا. تمام كده، عشان الدنيا حر والعجينه بتسيح شويه. واخدين بالكم؟ فانت خليكي حذره عشان المواد السائله ما تسيحش منك العجينه، تتنيها العجينه ماسكه نفسها، تعرفي تقطعيها. ديك الملحوظه بتاعتي يعني. تمام كده، هنبتدي بقى فيها الايه التقطيع. ما تخليهاش تخمر خالص، بمجرد ما ترتاح تقوم تقطعي فيها، طالما انت ضمنت ان الخميره بتاعتك ايه تمام. اما لو مش ضامنه الخميره بتاعتك تمام، استني عليها لما تخمر شويه ترفع يعني. تمام، دي بردك من ضمن الملاحظات. ها، الفيديو هيتكلم عن نفسه، الشرح كافي ووافي. واللي يشوف ان هو ناقص حاجه يقول لي، وانا ايه هيلاقيها ان شاء الله في صندوق الوصف، او يراجع الفيديو تاني. ولو ما كتبوليش في صندوق الوصف يا جماعه بقى معلش. واخدين بالكم؟ كده بقى. وهنفرد بقى السمك اللي انت عايزاه، بيبقى متوسط. انا ام محمود بعمله متوسط، لا هو رفيع ولا هو تخين، خير الامور الوسط.
تمام. ونبتدي بقى نقطع بالسكينه بتاعتنا، نقطع بالقطاع، نقطع بقطعه البيتزا زي ما انت عايزه تقطعي. تمام كده. هنا قطعت طويل، هقطع لكم اشكال تانية. طب هنا بقى التكه والحركه اللي ما تخليش السر بقى عند ام محمود ان السمسم ما يقعش منك خالص. تنديه، تخليه تحط عليه شويه ميه، تنديه وتحطيه على السمسم، مستحيل يقع، يتنيه ثابت. في كل حاجه بتعمليها على وشها سمسم اعمليه بنفس الطريقه، عمر السمسم ما هيقع ايه منك ابدا. تمام كده. اللهم صل على النبي. هنا بردك قطعته شكل تاني اللي هو يبقى ايه، يعني زي البسكوت كده، عريض شويه مش طويل على طول كده، واخده بالك؟ تشكلي يعني، قطعي التشكيله اللي تعجبك. حتى انا عملت مثلثات، حتى انا عملت على شكل الكعكه، واخدين بالكم؟ هتشوفوه دلوقتي. اللهم بارك. تعملوا تتهنوا اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود. ما تنسونيش من صالح الدعاء، تشيروه لاصحابكم وجيرانكم واهلكم، وتروحوا صفحه الفيس عندي على الفيسبوك، اللينك بتاعها محطوط على المنتدى عند ام محمود. ترجعي للمنتدى كده هتلاقيه محطوط اللينك بتاعها هناك، تاخديه وتروحي الايه الصفحه بتاعتي. هتنوريني وتشرفيني وتكتريني حبيبه قلبي. كده انا بحط السمسم زي ما انتم شايفين كده، عمر السمسم ما هيقع ابدا منه. هتحطي وتخبزي على كام بقى يا حبيبه قلبي؟ هتخبزي على 180. الشوايه بتاعتك بقى خليها ايه، انت اللي عارفه. لو المفتاح بتاعك مشترك يبقى تقيدي من تحت الاول وبعدين تطفي من تحت وتولعي من فوق. لو هو زي ام محمود مش مشترك، بعد ما تقطعيه التقطيعه دي هتسيبيه يخمر شويه على السيجان، واخده بالك؟ على الصواني. تمام كده. هتسيبيه يخمر شويه، بعد ما يخمر وتلاقيه ارتفع يكون ولعت الفرن سخن، تبتدي لو بيرتفع وراك على طول زي ام محمود كده في الحر يبقى ولعي الفرن من بدري بقى. تمام كده. ونحط بقى، ما تدهنيش الصينيه حاجه، ما هي كده طبيعي ان هي الماده الدهنيه موجوده في الحاجه بتاعتنا. هي كده كان طلع من الفرن وانا بوريه لكم، هو طالع من الفرن لسه طري ناشف من بره طري من جوه، اللبابه بتاعته طبقات يا جماعه، مورق. عايز اقول كده طبقات ومورق بالجبنه وبالشاي وبالعسل وبالمربى. بصي بقى مش قادره اقول لك. طب اعمليه واكتبي لي في الكومنتات انت لما عملتيه كان ايه. والله يا جماعه عايز اقول لكم ان هو اتاكل عليات